واخيرا وليس اخرا، بعد طول انتظار، يعني عارف اللي هي السكريبتات اللي هي بتكون مكتوبه على الافراح دي، بعد طول انتظار الفلاني اتجوز، لا، بعد طول انتظار سامسون اكينيولا خارج نادي الزمالك بفسخ التعاقد. يعني ده خبر كان مستنيه جماهير الزمالك كلها قسما بالله. فيقول لك ايه بقى؟ يقول لك هو سامسون مشي، طب عايزين الصفقات. الصفقات هو في اسم بعينه اتحطت عليه اشارات من نادي الزمالك؟ لا، بس في اسم احنا عارفينه وجماهير الزمالك عارفاه وجماهير الاهلي عارفاه وجماهير مصر كلها عارفاه، هو ايجاريا. ايجاريا اللي هو حاليا هو فري، فانت هتشتريه. فلما تشتري اللاعب ده، هل انت هتشتريه عشان تقعده على الدكه ولا يلعب معاك مباريات وديه؟ لا. طب انت عاوز ايه؟ عاوز ان انت تقيده، يبقى مقيد افريقيا، فلما يقيد افريقيا يلعب معاك، يقيد محليا في اتحاد الكوره فيلعب معاك في الدوري. طيب الزمالك ما عندهوش الفكره او ما عندوش معلومه هل هو لما يجي في يناير اللي جاي هيقيد ولا لا. فبعت خطاب كده، ورقه صغيره كده بعتها لاتحاد الكوره، قال لك والله انا عاوز اعرف هو لو جبت صفقه جديده لعيب حر هعرف اقيده ولا لا. فاتحاد الكوره ما عندهوش المعلومه الكامله دي. التصريحات ده انا بقول لك التصريحات اللي اتقالت. اتحاد الكوره ما عندهوش المعلومه الكامله بالموضوع ده. فنادي الزمالك اجل الكلام ده لحد لما يكون في اكتمال للمعلومه من داخل اتحاد الكوره.